اهلا بيكم. النهارده هنعمل وصفه خبز تقريبا هترضي كل الاذواق، لانها وصفه قليله جدا بالكربوهيدرات، ما فيهاش اصلا اي نوع دقيق، يعني كمان خاليه من الجلوتين. وصفه عاليه جدا بالبروتين، فاكيد طبعا هتشبع. يعني مش هقول لكم تقدروا تاكلوا منها زي ما انتوا عايزين، لان اي اكل عموما لازم يكون في المتوسط. لكن فعلا هي طعمها حلو جدا بالنسبه لمكوناتها البسيطه، وكمان بالنسبه لسعرها وتكلفتها. اكيد عرفتوا الخبز ده معمول من ايه، من لونه ومعمول من العدس. هنشوف مع بعض الطريقه، متاكده ان هو هيعجبكم جدا، خاصه ان هو فعلا طعمه حلو وتقدروا كمان تاكلوه لوحده، مش لازم تقدموا جنبه حاجه. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. انا هنا عملت كميه صغيره، استخدمت نص كوبايه من العدس. هغسله كده واصفيه كويس جدا من الميه. انا زودت هنا على نص كوبايه العدس كوبايه من الميه، وهسيبه منقوع فيها لمده ساعه، بحيث ان العدس يتشرب الميه كويس ويكون سهل معانا واحنا بنطحنه. هرجع له طبعا بعد ساعه هيكون اتشرب الميه بالشكل ده، وهبتدي اشتغل فيه على طول. انا مش بضيف للخبز ده اي حاجه ولا حتى رشه ملح. ممكن بس تضيفوا له رشه ملح، لكن عموما انصحكم ان بلاش. خلوه بس بطعمه زي ما هو، ووقت الحشوه استخدموا اللي انتوا عايزينه، بحيث حتى لو الحشوه مملحه شويه ما يكونش فيه ملح زياده قوي في الاكل. وكده كده اصلا رشه الملح دي ما بتفرقش حاجه في الطعم قوي. بنطحن فيه بقى لحد ما بيوصل معانا القوام ناعم جدا. كمية المية اللي انا ضفتها دي مش هي المية كلها المطلوبة. انا بس ببدأ بضعف كمية المية، وبعد كده ممكن احتاج ازود له، ممكن لا، لان انا لاحظت ان انواع العدس اصلا بتختلف من نوع للتاني. هنا القوام لسه تقيل زي ما هو واضح، واحتجت ان ازود له مية تاني. بفضل بقى ازود له مية واقلب لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. لكن المهم ما تزودوش مية كتير من الاول، علشان ما يكونش قوام سائل قوي ما تقدروش تتحكموا فيه. وهتلاحظوا ان الخليط مرمل شوية، يعني هو مش ناعم قوي. لكن عموما ده طبيعي، ولما الخبز ده يستوي مش هيبان فيه اي حاجة من الكلام ده. بعد ما قلبته بقى كويس ووصل للقوام المظبوط، هبتدي بقى اسويه على طول في طاسه سخنه على نار متوسطه. رشوا فيها رشه زيت زيتون حتى لو الطاسه ما بتلزقش. انا المره دي ما رشتش، وكنت حابه اجرب كده هيلزق ولا لا، لكن هو ما لزقش، لكن كان بيغلبني شويه وانا بشيله. فرشوا رشه زيت زيتون بس صغيره خالص، سواء بفرشه او بسبراي. المهم بس علشان ما يغلبكوش وانتوا بتشيلوه. هتشيلوا بس الجوانب كده بالراحه اول ما الخبز ينشف من فوق. هو هيتشال معاكم بمنتهى السهوله، وخصوصا لو انتوا رشين ماده دهنيه. هو اتشال معايا هنا بسهولة، لكن تقريبا كان شبه ان هو هيلزق مني، ولو في حاجة زي كده اتقطعت منكم. العجينة اصلا بتكون طرية جدا. سووها بس بالمعلقة وحاولوا تلزقوها كده على بعضها، هي مش هتأثر قوي في شكل الرغيف او كده. بسويه بقى على كل جنب. انتوا هتلاحظوا اصلا ان ريحة العدس طلعت، فهي تقريبا لما طلعت بيكون كده استوى. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ممكن اصلا يتاكل لوحده لان طعمه بيكون حلو جدا. المرة دي استنيت عليه شوية، وعلى فكرة لما بياخد التشميعة دي من تحت او بياخد لون كده بيكون طعمه احلى بكتير. من اول رغيف اللي انا خرجته هو كان لسه لونه افتح من كده. بنعمل بقى كل الكميه، وكمان ممكن نعمل لها اي اضافات. يعني مثلا ممكن تضيفوا سمسم، حبه البركه، حتى لو ممكن تضيفوا رشه ملح خشن مثلا لو انتوا بتحبوا الاضافات دي. تزودوا بقى اضافات زي ما تحبوا، واستخدموه برضو كانه رغيف عادي خالص. الرغيف ده عملت له خلطه الزعتر الحلبي، وبرضو رشيت عليه كده من فوق. اي نكهه بقى انتوا بتحبوها، كمان ممكن تضيفوا كمون لو بتحبوا طعمه. عملت بقى كل الكمية. الكمية دي هي اللي خرجت من نص كوباية عدس، بيعمل أصلا كمية كبيرة جدا، لأن زي ما انتوا شفتوا أصلا بيحتاج نزود له مية كتير. فنص الكوباية ده بيعمل كمية. علشان تقدروا تحتفظوا بيه، بتسيبوه لحد ما يبرد خالص. وبعد كده بتغلفوه كويس جدا، ممكن تشيلوه في التلاجة لحد 4 أيام. وكمان ممكن تحتفظوا بيه في الفريزر وبتخرجوه بيفك على طول. ولو حبيتوا مثلا انكم تسخنوه، ممكن تسخنوه عادي، علشان بس يكون، يعني في ناس تحب تاكل العيش دايما يكون سخن. انا تقريبا اكلت رغيف كمان اصلا وانا بصور، يعني دي مش كل الكميه اللي خرجت معايا. ممكن بقى تغمسوه باي حاجه بالظبط زيه زي العيش العادي تماما. انا هنا استخدمت معاه سلطه الحمص، وغمسته بيها. وطبعا وجبه متكامله جدا، لان الحمص والعدس من افضل مصادر البروتين النباتي. فخلاص كده انتوا خدتوا كل انواع البروتين اللي انتوا محتاجينها. ممكن تغمسوه كمان مع جبنه او لبنه. بكده وفرنا اصلا وجبه بروتين متكامله وبسعر اقتصادي جدا. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. عارفه ان دايما وصفات الخبز هي اللي بتطلب مني، ويمكن انا مقصره فيها شويه، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل فيديوهات كتيره جدا. ولو في اي حاجه انتم محتاجينها اكتبوها تحت في التعليقات، وان شاء الله ننفذها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه.